رسالة موجهة لكل صيادلة أو لكل من بيتعامل مع أجسام البشر وبيدوا حقن، إذا كان في المنزل أو إذا كان في الصيدلية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حضرتك أنت بتتعامل في الدنيا دي مع ربنا، وفي نفس الوقت بتعامل بشر تانيين. ده المنظر الصح بتاع الحقنة بعد ما حضرتك بتديها. اللي جوه ده السن، لو انت واخد بالك اهو السن من جوه اهو. ده المفروض المنظر الصح بعد ما حضرتك تدي الابره. ما ترميش السن ولا حطها جوه كده. ودي معلومه قالها لي اخويا بتاع الجوده. قال لي ده المفروض المنظر الصحيح اللي احنا بنستلم بيه القمامه من عمال النظافه. انت كده حميت عامل النظافه ان يخش السن ده في ايده ويتسبب له ضرر، ربما يكون السن ده حامل امراض خطيره، فخلي بالك علشان ما تسببلوش اذى. دي حاجه. تاني حاجه، دي منظر الانبول بعد ما اتكسر. بتسيبه بالمنظر ده كده اهو جوه كيسه بلاستيك دي. والمفروض اصلا الاتنين دول بيترموا في البيولوجيكال هازارد بوكس، اللي هو بيتم التعامل معاه بحرص شديد جدا، وفي الاخر بتبقى فيه النفايات البيولوجيه. خلي بالكم من الحاجات البسيطه دي، ودي رساله لكل الصيادله ولكل الاطباء اللي مش بياخدوا بالهم. الحاجات البسيطه دي بتفرق كتير جدا مع صحه الناس. يعني خلي عندكم شيء من التركيز في الحاجات البسيطه دي، علشان انت مش في الدنيا لوحدك، معاك بشر عايشين.